بعد الجلسة اللي اتعملت امبارح مع إدارة النادي الأهلي وخوسيه ريبيرو، ومناقشة فيها بعض الملفات وبعض الصفقات الجديدة، تمام. تم مناقشة فيها بعض ملف أحمد عبد القادر، وتواصلوا مع أحمد عبد القادر امبارح، واللاعب ما عندوش أي مشكلة إن هو يكمل مع النادي الأهلي، ولكن المشكلة كلها إن اللاعب قال لك أنا لو مش هالعب أساسي فأنا هامشي، مش محتاج إن أنا أقعد. ووجهة أحمد عبد القادر من وجهة نظره هو بيبحث على حسب الأخبار اللي جات لي يعني، هو بيبحث حاليًا عن نادي جماهيري في الدوري المصري. طبعًا كلنا عارفين نادي جماهيري والكلام ده كله، والإشاعات اللي طلعت قبل كده إن أحمد عبد القادر يربطوا كلام بالانتقال لنادي الزمالك. فكل ده برضه إحنا فاهمين الدنيا ماشية إزاي. ده بالنسبة لأول موضوع معانا. الموضوع التاني معانا، نادي بيراميدز استغل موقف أليو ديانج وعدم تجديده مع النادي الأهلي حتى الآن، وقدم عرض رسمي لوكيل أعمال أليو ديانج للتعاقد مع اللاعب بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي، تمام. نادي بيراميدز قدم عرض قال لأليو ديانج لو حصل اتفاق يعني، تمام، إن أنت تكمل مع النادي الأهلي لشهر 6 2026 حتى نهاية عقدك، وبعد كده تنتقل لنادي بيراميدز فري مجانا، وهياخد 2 مليون دولار قيمة الصفقة، تمام. ده كل اللي حصل بين نادي بيراميدز ووكيل أعمال أليو ديانج. أتمنى من إدارة النادي الأهلي تاخد بالها من ملف زي دوت، وإن أليو ديانج لاعب مهم جدًا لا يمكن الاستغناء عنه، ولا في أي لاعب في الدوري المصري تعرف تعوضه بيه، ولا كمان في أفريقيا تعرف تجيب لاعب أجنبي تعوض بأليو ديانج، تمام. فأتمنى من إدارة النادي الأهلي إن هي تحافظ على أليو ديانج ونجدد له بأي تمن، وإن هو لاعب مميز ما ينفعش نتفرط فيه بأي وقت، تمام. أنا شايف في مشكلة أصلًا بتحصل لآخر فترة، إن اللعيبة ما بنعرفش نجدد معاها، كل ما تيجي تجدد مع لاعب يقعد يتشرط على الإدارة والكلام ده كله. فأتمنى برضه من إدارة النادي الأهلي إن هي إيه، تضع حل للموضوع ده.